حد عنده وجهه نظر تانية نتناقش فيها يا جماعه؟ حاجه قول لي كده يعني قول لي يا مايكل، انت اكيد في النت كتير وعارف. لا بالنسبه لانتخابات الزمالك، هل انت قفلت الموضوع نهائي الانتخابات الجايه؟ طيب بص، نادي الزمالك خليني اقول لك حاجه برضه. الناس كلها اللي بتقول لي انزل كلهم، يعني انا مثلا حد مهم في الناس اللي الزملكاويه الجامدين بعت لي قال لي قلت له طب خش معايا، قال لي انا مش مشترك في النادي. معظم الناس كلنا ندخل معاك. معظم الناس الجمهور. بص اقول لك حاجه، لو انا بتتكلم على رئاسه. ايوه على رئاسه. انا لو الجمهور هو اللي بيصوت هنزل انتخابات وابقى يعني هبقى واثق ان انا هجم، واثق يعني. بس كنت قلت قبل كده كابتن الانتخابات الرئاسيه في الجمعيه العموميه مختلفه يا جماعه جدا. بلس ان انا دلوقتي بص اقول لك حاجه، دايما اللي قاعد في النادي بيبقى مسيطر بشكل كبير. 90% اللي بيبقى رئيس نادي بيكسب اللي بعده، لانه بيبقى خلاص عارف، لا وعارف الديتيلز وعارف جمعيه عموميه وعارف التليفونات وعارف الناس فهي بتبقى محتاجه يعني شيفت جامد. الشيفت ده لازم يجي بحازم وناس تانية، مش حازم لوحده. طب هي بقى المشكله مين تاني؟ القايمه دي فيها مين؟ الناس دي فيها مين؟ طب هل الناس دي ليها ارضيه في النادي ولا كلهم ميدو ممكن يشيل التدريب؟ ميدو مش مشترك في النادي، ميدو مش في النادي، طب يا مش كابتن عضو اساسا، انت لو لقيت مش في دماغه الحاجات دي. ميدو يا جماعه عايز اقول لكم ان الحياه جوه النادي غير بره النادي خالص. الكلام اللي بيحصل جوه النادي في ناس جوه النادي ممكن ما تبقاش يعني موافقه على اللي بيحصل، وانا عارف ان في ناس مش قليله يعني. بس انا بقول لك انا بقول لك لما انزل المرحله دي لازم اكون واثق ان على الاقل معايا قائمه كويسه وقائمه ليها ناس في النادي. انا ما اعرفش مين يعني مين القايمه، ما فيش اسامي دلوقتي بقت متواجده جوه النادي وليها يعني. زمان كان كل واحد ليه معروف ترابيزته، الدنيا اختلفت، يعني جغرافيه النادي اختلفت عن زمان، الشكل حتى طبعا كله اختلف. فالناس ما بقتش هي، ودخل ناس كتير قوي مستثناه في السنتين اللي فاتوا دول بقى من جهات مختلفه يعني. ما بقاش هو النادي كله الناس يعني زمان كنت تمشي في النادي انت عارف الوشوش، دلوقتي بتخش ممكن ما تعرفش مين، نص الناس ما تعرفهاش. يا كابتن محتاج يعني محتاج شغل شويه. اتفضل. غالبا قانون الرياضه هيصدر قريب. يا ريت بس هو قانون الرياضه في عضو تواصلت معاه اسمه تامر تونسي نازل الانتخابات الجايه، كان قال ان الانتخابات غالبا ممكن تبقى في شهر 10 اللي جاي. فانا اساسا مش قانونيه. قصه الانتخابات القانونيه دي المفروض هيتعين مجلس مؤقت لغايه الانتخابات الجايه، فغالبا برضه مجلس هيبقى هو نفس المجلس نفس المجلس فده كان زي كلام حضرتك بتقول كده ان هتبقى في صعوبه ان هم زي موجودين جوه النادي وهم اللي هيبقوا موجودين وقت الانتخابات، فيبقى صعب عاملين لود على. لا هو لازم زي ما بقول لك يبقى معاك، ما يبقاش حازم بس، يبقى حازم وناس تانية جامده يشتغلوا معاك. لكن انا اصل حصل الكلام ده مع والد الله يرحمه، قعدوا يسخنوه وخش ويكسب وبتاع، وحصل يعني كومبينات كتير عليه وسقط في الاخر. فهو مش بالهيصه او مش بالاسم، خاصه في نادي الزمالك، ممكن في انديه اخرى، لكن في نادي الزمالك مش شرط انت اسمك جامد تكسب، مالهاش دعوه. فما حدش اللي هو يزقك وبعدين يلا معلش خسر هي معلش المره الجايه، فتبقى انت خلاص خلصت. كمان المره دي اتسبب لان هو عمل التغيير كله اللي هم عايزينه. خليهم بقى هيكونوا زهقوا بقى بعد 4 سنين من اللي اتعمل، خلاص مفيش حاجه بعد 4 سنين. طب يا كابتن طب انت خلصت اساسا مفيش حاجه خلاص مفيش حاجه تتبيع. حضرتك لو لقيت القايمه يعني مين قايمه قويه؟ مين طيب قول لي. مع كابتن احمد سليمان مثلا، هاني عتال، هاني فكري، عمرو الجنايني، ده كله اسمه مرشح. الناس دي كلها يعني ما اعلنتش طب لو اعلنت لو اعلن يعني كم لو اعلن؟ بس انا بقول لك انا